مساء الخير على كل متابعين النهارده احنا في مكان مميز جدا جدا جدا. احنا في مكان كل الناس بتحب الحاجه الجميله دي، يعني الحاجه الجميله دي مش هقول لكم عليها ولا هنتكلم عليها غير مع الشيخ احمد. الشيخ احمد هنا يعني بجد بجد هنا في محافظه المنوفيه، بالتحديد في مدينه شبين الكوم. كلكم كتير كتير جدا جدا عارفينه، بس احنا هنتكلم معاه بشكل اكتر عن الكسكسي والاكله المفضله عند جميع المصريين مش المنايفه بس. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. يا رب دايما تكون بخير. احنا النهارده بقى يعني بجد مبسوطين جدا ان احنا مع حضرتك، وخاصه مع الاكله الجميله المفضله عند الجميع. ربنا يا فندم. الله يبارك في حضرتك يا رب. قول لنا بقى حضرتك بدات من امتى الاكله الجميله دي؟ بدات من زمان، من الثمانينات. بس والدي كان بادئ قبلها يعني. بادئ والدي في الستينات كان شغال. زمان كانت الغرابيل اللي احنا بنشتغل بيها كانت جلد، كانت متعبه في الشغل شويه، فوالدي ريح ما قدرش يكمل، لكن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بدانا من الثمانينات والحمد لله يعني وصلنا للمستوى اللي احنا وصلنا له. الحمد لله يا فندم. طبعا الكسكسي دي الاكله المفضله عند الجميع، في بياكلها بسكر وفي بلبن، وفي بقى بياكلها من غير سكر ولبن وبياكلوها عادي كده، صح كده؟ ياخد في البيت في بياكل ياخد بالكيلو وياخد ويحط عليه زبده بقى وشوربه يعني ياخد زي ما هو عايز. وحتى في المواسم مستعدين، يعني واحد ايه في المواسم مستعدين، حتى مثلا يطلب نجهز له حاجه، نجهز له حاجه بالزبده، نجهز له حسب طلبه يعني. المكان بتاع حضرتك فين يا فندم؟ ميدان الكتعه في ابلي جوه المطعم الطويل. رقم التليفون للتواصل؟ رقم التليفون رقم التليفون لكل المشاهدين. الشيخ احمد طبعا الاول هنا في شبين الكوم عند ميدان الكتعه، 010 233 70936، وكمان هنحط لكم رقم التليفون في الكومنتات. طبعا الشيخ احمد مش كسكسي وبس، لا عنده حاجات جميله جدا. هندخل دلوقتي ونوريكم الثلاجه ونوريكم الحاجات الجميله اللي في الثلاجه. يعني بجد لو عايز تاكل حاجه حلوه يبقى من عند الشيخ احمد. رز معمر. ايوه، حاجات كلها طازه وبسم الله ما شاء الله جميله. ايوه، رز معمر بنسخنه في الميكرويف لما يجي عند الطلب. تمام. وفي ناس بتحبه كده، يعني زي ما الناس بتحبه عشان في الصيف الناس بتحب الحاجات كده. ودي اشطوطه كمان بسم الله ما شاء الله. بنحط عليها كل حاجه. كل الصوصات بتاعتها موجوده. تمام. المانجا موجوده، كل حاجه موجوده. وده رز بلبن قشطه. بسم الله ما شاء الله. رز بلبن قشطه عادي جدا جدا، بنعمله بطريقه معينه بياخد جميل ما شاء الله. نحط عليه برضو يعني الحاجات الجميله اللي هنا بقى. في ناس بتبقى عايزه تطمن برضو وتشوف الاسعار، هل الاسعار في متناول الجميع؟ يعني الواحد يحل بقه في حاجات انا شايفاها ب 15 وب 20 وب 25 وب 30. دي بقى العلب الكسكسي الصغيره كده الرز بلبن بيبدا من اول كام؟ عندي كريم كراميل ب 15. ب 15 يعني سعره جميل جدا على فكره. ب 15. وفي حاجات ثانيه بنعمل جيلي، وبنعمل ام علي بس هي خلصانه، بس عليها سحب شويه. تمام. هتكون عليها سحب شويه، بتخلص اول باول، بس هي مش موجوده دلوقتي. يعني لو عايز تاكل حاجه حلوه تعالى هنا عند الشيخ احمد وما تشيلش هم اي حاجه. المكان هنا انا هجيبه لكم من بره. المكان هنا يا جماعه هو عند ميدان الكتعه اهو. ده مسجد كمان اهو، وميدان الجدع اهو. مسجد ايه ده يا شيخ احمد؟ مسجد سيدي خليل. مسجد سيدي خليل. وادي المحل اهو بسم الله ما شاء الله، كل حاجه عنده نظيفه وكل حاجه جميله جدا 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 اهي زي ما حضراتكم شايفين.